تقرير إخباري حول التطورات الأخيرة في قضية الصحراء المغربية. يشهد ملف الصحراء المغربية تحولات مستمرة، حيث يرى العديد من المحللين والمراقبين أن هناك تراكماً للانتصارات الدبلوماسية لصالح المغرب، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وواقعي للنزاع. في المقابل، يواجه موقف الجزائر الداعم لجبهة البوليساريو تحديات متزايدة. قرار مجلس الأمن الأخير يرسخ مقترح الحكم الذاتي. اعتماد القرار: اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 بشأن الصحراء بتاريخ 31 من أكتوبر 2025 في هذه النتائج بأغلبية واسعة: 11 صوتاً مؤيداً، 0 معارض، و3 ممتنعين. تأييد ضمني للحل المغربي: يشدد القرار على ضرورة انخراط جميع الأطراف في المفاوضات بناء على مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007، مع الإشارة إليها كالحل الأكثر قابلية للتطبيق. غياب الاستفتاء: لاحظ العديد من المحللين أن القرار لم يذكر تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو ما يعتبره المغرب ترسيخاً لإنهاء هذا الخيار بشكل نهائي. في المقاربة الأممية، الإطار الوحيد: يرى المحللون أن هذا القرار يرسخ الإطار المغربي الحكم الذاتي تحت السيادة كالمرجع الأساسي للحل السياسي. الاعتراف الأمريكي ومستقبل النزاع: دعم أمريكي ثابت. استمرار الدعم الأمريكي لسيادة المغرب على الصحراء، وهو ما يوصف بأنه قرار جيوستراتيجي لا رجعة فيه ونقطة حاسمة في مسار القضية. ضغط على الأطراف: هناك مؤشرات على ضغط دولي خاصة من الولايات المتحدة لتسريع الوصول إلى حل سياسي متفاوض عليه وتوافقي ينهي النزاع. الموقف الجزائري المتحدي: استمرار الدعم. تؤكد الجزائر التزامها الثابت بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. تحديات دبلوماسية: رغم تمسك الجزائر بموقفها، يرى محللون مغاربة ودوليون أن الجزائر تواجه انتكاسات دبلوماسية وتعباً من استمرار دعم هذا الملف الذي كلفها أموالاً طائلة على مدى عقود. مبادرة الحكم الذاتي: يرى المغرب أن نظام الجزائر يعرقل الحل السياسي، بينما يشدد المغرب على الإرادة السياسية لتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي لتعزيز التوافق الوطني. الخلاصة: تظهر التطورات الأخيرة، خاصة قرار مجلس الأمن الأخير، تغيراً في المقاربة الدولية تجاه ملف الصحراء، حيث تتجه الكفة بشكل متزايد نحو اعتبار مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الحل الواقعي والجاد. هذا التحول يشكل مكسباً دبلوماسياً كبيراً للمغرب، ويزيد الضغط على الجزائر والبوليساريو للانخراط في العملية السياسية على هذا الأساس.